أنت برأيك تربية اليوم أفضل ولا تربية زمان؟ تربية قصدك الجيل النشء الأطفال يعني. تماما. إيه، من زمان خلينا نحدد قبل 50 سنة مثلا. كانت أحسن بألف مرة أو بمليون مرة. من أنو ناحية؟ كان في احترام. الأهل بيربوا أولادهم على ما يلي: احترام الكبير، وتوقير الشيخ، والاحترام البالغ للأب والأم، والاحترام البالغ للمعلم والمدير وإدارة المدرسة مثلا. الصغير بيحترم الكبير، الكبير بيعطف على الصغير. معلمينهم كانوا في شيء اسمه نخوة، وفي شيء اسمه شهامة، وفي شيء اسمه كذا. ومع انه ما كان في لا انترنت ولا حتى مو جوال، ما حتى كمبيوتر شخصي ما كان في منه. بس كان في تقاليد على عجرة وبجرة، في بعض التقاليد البالية كتير يعني. بس معظم أصول التربية كانت أحسن من هلا رغم كل هالعلم. يعني أنا مثلا، أنا مواليد 62. أنا ثانويتي كانت جودة الهاشمي. جودة الهاشمي هي وغيرها. أنا لما كنت أنا بكالوريا، إذا أثناء المحاضرات أو الدروس إذا ارتمت إبرة بالمدرسة تنسمع. أي نعم. طيب أنا لما صاروا أولادي أنا بالمدرسة، يعني بالتسعينات، رحت على المدرسة اللي حطهم فيها مدرستي، لقيتها مثل العراضة، مثل حمام نسوان اللي مقطوعة ميته، بهدله وشرشحه وقله واجب واحترام. لا في احترام، لا استاذ ولا مدير ولا كذا. وبنفس يعني يعني بالطرف المقابل معلمات جايبين البزاليا مثلا على الصف. انا هذا الشيء كله شفته. هي ما كانت هيك التربيه، ما كانت هيك التربيه ابدا ابدا. طب أنت برأيك اليوم الحق على مين؟ والله ما فينا نحطه على حدا، لانه بوسائل المعلوماتيه الجديده، يعني طلع قرار من ايد الاهل. بتصور طلع قرار من ايد الاهل. يعني كانوا الاهل يقدروا يفرضوا سيطرتهم، هلا شبه طلع من ايدهم القرار. لانه اصغر طفل معه موبايل او تاب او كذا، وعم يقرا كل شيء ويشوف كل شيء، طلع من ايدهم. واذا واحد اليوم فكر رب عائلي مثلا يحرم كل اطفاله مثلا من الموبايل كذا، حيطلعوا يلاقوا حالهم منبوذين بين الناس، وحتى هو حيلاقي حاله انه مثل الشاذ بين البشر. فيعني خربت. أصبح بتلاقي خربت. الحق على الطرفين. هلا الحق على الطرفين، ايه، حق على الطرفين. والوضع جديد، يعني التطور العلمي يعني اثر سلبا بهالنقطه، اثر سلبا وليس ايجابا. كيف يعني فيك تشرح لنا من أنو ناحية؟ نفس الشيء مثل ما قلت لك. يعني مثلا كانت وسائل التوجيه هي من البيت، ثم كان شيخ الكتاب، ثم كان المدرسة. فكان توجيه الأهل في صرامة وفي صحة، وتوجيه المدرسة في صحة. إيه لما تميعت وفلتت الشغلة، فلتت من البيت وقامت فلتت المدرسة. وفي شغلات للأسف يعني مو يعني ما بتخص لنقل الفساد. فساد يعني ما حنقول نظام بائد ونظام حالي، ما بدنا نحكي سياسة. بس في فساد بالمجتمع أدى إلى انهيار أخلاقي بالمدرسة. انهارت سلطة المدرسة، انهارت مكانة المدرسة. هذا الشيء قد يكون مسؤول فاسد، قد يكون زيادة مال. نحن كنا بالمدرسة الخرجية حق أبوع بزر أو ترمس مثل عم بيعوا هاد، أو ألسكاي. هلا بتطلعي مثلا أنت على مقياس اليوم تلاقي واحد بصف أول معه خرجيته 200 ألف ليرة. هذا لحاله إفساد. هذا لحاله إفساد. لما كنا نحن صغار حتى الأغنياء بيعطي ابنه خرجية للمدرسة حق، كان اسمه أبوع بزر، بلفوه هيك ما كان في أكياس. هلا المال إفساد، المال إفساد. في بعض يعني الآباء إفساد. في واحد مثلا كان سابقا في بعض المسؤولين، إذا وجه له كلمة لابنه مدير مدرسة أو الصف، بيقول له قوم اخبطه كف ومرافقته على الباب. يعني ما بدي اوجه موضوع سياسي، عم اقول لك شو الاسباب اللي ادت لانهيار يعني الاخلاقي للمؤسسه المدرسه. انهارت المدرسه. وبالبيت وقت فات الموبايل والتاب والجوال وقبلهم التلفزيون، يعني بلشت الانهيار بالبيت ثم انتقل الى المدرسه. شو كمين. هلا واحد انا ابني قاعد على الموبايل،
ما حيرد علي شو ما قلت له، بده يقرا بده يساويه. طيب انت برايك ورفيقه هيك ورفيقته هيك، اولاد الجامعه هيك والمدارس كله هيك كله هيك. طيب انت برايك هلا الجيل عم يصير شيء قله احترام تجاه الاهل؟ اي والله كثير، مو شوي كثير. من انه جاني؟ هلا قله، هلا شو يعني قله الاحترام؟ اذا مثلا الابن او البنت بكفي يرفع صوته بوش ابوه فهي قله احترام، وهي غضاب وغضب، هذا غضب مو طيب اذا اب وجه لابنه كلمه وتجاهلها او اكبر انه رفض ينفذها، فكمان هذا مو قله احترام، كمان غضب، هذا غضب يعني نوصل لدرجه انه الاب او الام يتمنوا تمني على اولادهم الشغله. هلا بمجرد ما يتمنى الاب على الاب او الام يتمنوا تمني على اولادهم، معناتها في خلل كبير، خلل كبير كثير يعني. هلا نحن بالنسبه لنا وقت كنا نحن اطفال بالمدرسه، ابي الله يرحمه ما حياته ما حمل عصاي ولا ضرب حدا، يمكن اقصى شغله عملها ابي اذا واحد اذنه كثير يفرك له اذنه هيك فركه صغيره، ايه بس كان في هيبه واحترام. نحن كنا اثنين احيانا نتخانق مين بده يكب زباله، بتكفي امي تقول كلمه حيوصل ابوكم، وبنتدافع تدافع مين بده يكب زباله. اذا اجى ابوكم وزباله ما حدا كابان، نحن اثنين صبيان في بهدله. طيب ما اكلنا قتله منه ولا عصاي، بكفي ذكر الاب في هيبه، في رهبه، في مع انه ما بحياتي شفت معه عصاي او ضربني كف معه. انا اكثر شغله اخوي ابي حملت هيك، بس في هيبه، كان في هيبه وفي تربيه اسمع انت برايك الوضع الحالي ما في رهبه للاهالي؟ كانوا الاهالي مثلا الام بشكل عام تربي اولادها على محبه اهلهم كلهم، يعني اهل ابوهم مثلا، ستهم، عمومهم، عماتهم، بالاضافه لاهلها هي. هلا اليوم نحن اذا المراه مثلا متقاوصه شوي هي وجوزها او هي وبنت حماها، بتولد حقد وكراهيه باولادها ضد اهل ابوهم كلهم، وكمان هذا عم يساهم بتفسخ المجتمع والتفرقه والكراهيه والبغضاء وما الى ذلك. طيب نصيحتك انت اليوم لهذا الجيل وللاهالي؟ والله شو بدنا ننصح بها؟ اذا طالما هاد موجود، اذا هاد موجود بايد اصغر طفل لاكبر شيخ، لا والله للشيوخ في منهم ما عم يقتنوه، اصغر طفل انا ومية مثلي شو بدنا نحكي ومين بده يسمعنا؟ مين؟ لو انا والف مثلي عندنا ننظر، هاد كل واحد حامل، انا ابني بالبيت حامل كل واحد بالبيت عم يطلع موبايله، ما حدا عم يطلع على حدا، ما حدا. هلا مو بس بالبيت، نحن بنروح زيارات عائليه، وين ما رحنا بيت اهلي بيت حماي، في 7 8 زلم 10، العشرة على الموبايل. لك يا جماعة تواصل اجتماعي حسي بدنا نساوي، مو على السوشيال ميديا. نحن قاعدين بالزيارات كل واحد حامل موبايله، عوض ما يشوفوا بعضهم مثل ما انا بشوف بعض زيارة كل واحد حامل موبايله. يعني عنده ضيف واحد عنده بيت حماه او بيت اخوه او عديله، إيه هدول بوادي كل مين بموبايله، إيه وهدول بوادي وهدول بوادي، ولا كأنه في زيارة ولا كأنه في شيء. شربنا قهوة أو تعشينا خاطرك مع السلامة. مع الأسف. شكرا كثير أخذت من وقت. سهلا ومرحبا. لا زمان شو السبب؟ كل شيء واضح، ترى الزمان أحسن من هلا بكتير. يعني من أنو ناحية فيك تشرح لي كل أكثر؟ شيء الدلال هذا ما ينفع زيادة، هالجيل صعب. يعني أنت برأيك الدلال هلا حاليا عم يخرب؟ عم يخرب طبعا، مو مثل الأول. طيب هلا أنت برأيك المشكلة بس هي مشكلة الترباية ولا حاليا السوشيال ميديا شوي عم يأثر على الجيل؟ حسب التربية هي أكثر شيء، يعني التربية أفضل شيء، بس التربية ما عاد في مثل الأول يعني. ما عاد في مثل أيام زمان. رحمة يا زمان راحت. كيف كانت أيام زمان؟ كل شيء حلو، ترباية أحلى من هلا بكتير. كنا نسمع كلام أبونا، هلا مين يسمع كلام أبوه؟ ما حدا يسمع كلام أبوه هلا، يطنش ضل صالح. هلا برأيك كان احترام الأهل بالأول أكثر من هلا؟ بكتير،
لكن هسه احنا قرب على الصفر قبل ابي يعني بس امي. هلا ما في الجيل كله فارط. طيب ايام زمان كنتوا شي تعلي صوتكم على اهاليكم لا. مثل ما هلا عم نشوف من هذا الجيل؟ اعوذ بالله ما بنسترجي تخير راسنا. اصبح عم يصير قله احترام بين الاهل والاولاد. ايوه طيب انت برايك هذا الشيء بيرجع للتربيه؟ للتربيه اكثر شيء. اصبح الجيل ما دخله، بيرجع الشيء للتربيه. التربيه والجيل كمان الجيل بتعرفي تعبان الجيل هذا. مثل اول جيلنا يعني. طيب نصيحتك للاهل مشان التربيه بالوقت الحالي؟ على نصيحتي انه يربوا طفلهم احسن. يطلع مربى الولد يعني. لا يسمع طلبه وكذا. شفتي شلون؟ بعدين طلبه بتنفذ اوام، هذا الغلط. كيف يعني؟ يعني مثلا طلبك شغله لازم تنفذوا له، لا هذا الغلط. بيطمع الولد بعدين. يعني هون الولد ما عم يحمل مسؤوليه، عم يخلي كل شيء على اهله. ماك شاحد ايام زمان كنتوا تحملوا المسؤوليه عن اهاليكم؟ ايه طبعا. إيه لك. نحن وصغار نحب المسؤوليه. يعني 15 سنه كنا نشتغل. ما شاء الله. ما فينا يعني بدي يساعد اهله الواحد. ايوه. خاصه كان فقراء يعني. نعم. اجباري. هذا الجيل ما يهمه بقى خلاص. وهم اللي بعدين ابو زنقي بيقول لك يلا اتكالي يعني فينا على نسميه. اهله. ومثل ما شفنا هيك كانت أجوبة العالم وكله اختار تربية أيام زمان. يا حذركم ليش أنا وأنتو بنعرف ليش، وأنتو خبرونا أنو تربية بتختاروا، تربية اليوم ولا تربية الجيل القديم؟ وكل الحب. عندك مشكلة بعرض الحلقة؟ لا لا